دلوقتي البرمجة بقت من أهم المهارات اللي لازم أي حد يتعلمها، لكن في مشاكل كتير بتواجه أي حد عايز يتعلم البرمجة، وواجهتني أنا شخصيا. عشان كده جبتلك النهاردة الفيديو ده. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بيتكلم عن البرمجة وكل حاجة عنها. لو انت مش فاهم تعال نكمل الفيديو، ان شاء الله في اخر الفيديو هتفهم كل حاجة. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انت مش عامل لي فولو على الانستجرام ما تنساش تعمل لي فولو. ويلا نبدأ. اول حاجة لازم تعرفها قبل ما نبدأ الفيديو وهي ايه هي البرمجة اصلا. بص، البرمجة عبارة عن انك تكتب تعليمات معينة تتنفذ للجهاز اللي بإمكانه إنه يترجم كلامك ده من كلام عادي لكلام أو لغة الآلة، وهي البرمجة. ولغة الآلة عبارة عن 0 و1. المهم، أنا لو أنا عايز إن الآلة دي تعمل لي حاجة هكتب لها 0 1 0 1 وهكذا؟ أكيد لأ. أنا بكتب لها الكلام أو الأمر اللي أنا عايز الآلة تنفذه بأسلوب معين، وهي بتترجمه من كلام عادي زي ما قلت للغة الآلة اللي هي 0 و1. بعد لما فهمنا إيه هي البرمجة وإيه هي لغة الآلة، فعايزين نعرف ازاي نتعلم البرمجة. بص، مفيش طريقة واحدة ممكن من خلالها انك تتعلم البرمجة، وفي طرق كتير، لكن احنا النهاردة هنتكلم عن الطريقة المجانية واللي انا من خلالها اتعلمت البرمجة، وهي اليوتيوب. اكيد لما دخلت على اليوتيوب كتبت كيفية تعلم البرمجة، بس لقيت عالم كبير جدا اكبر مما انا كنت متخيل، وهو عالم لغات البرمجة. لغات البرمجة ان في لغة آلة واحدة وهي 0 و1. ايوه، لكن احنا زي ما قلت مش بنكتب 0 ولا 1، لا، احنا بنتكلم مع الآلة بلغتنا. اللغة دي بقى مش زي اللغة اللي انا وانت بنتكلم بيها مع بعض، لا، اللغة اللي انت والآلة تتكلموا مع بعض بيها اسمها لغة البرمجة. والحقيقة ان مفيش لغة برمجة واحدة، لا، ده في لغات برمجة كتير جدا، ومن اوائل اللغات المشهورة وهي بايثون و HTML. ودي برضو اللغات اللي انا عرفتها اول ما كنت عايز اتعلم البرمجة. طب ايه اسهل لغة من الاتنين؟ بص، هقولك اسهل لغة وهي لغة بايثون، ودي اول لغة انا اتعلمتها. طب ليه اتعلم لغة بايثون وما اتعلمش HTML؟ لان طريقة صياغة الكلام من خلال الكلام العادي بتاعنا في بايثون اسهل من لغة HTML، وبرضه هتقدر تتعلم بايثون اسرع. بعد كده هقولك ايه هي الاماكن اللي في اليوتيوب اللي تتعلم منها برمجة. اول قناة وهي اوكتو كود، تاني قناة وهي قناة كودزيلا، تالت قناة وهي قناة الزيرو ويب سكول. أول قناة عرفتها وهي قناة الزيرو ويب سكول، بعديها كودزيلا، بعديها أوكتوكود. وأكتر قناة بينهم هما التلاتة هي أوكتوكود، لأنها بتعلمك البرمجة من الصفر وبتمشي معاك خطوة خطوة. وكمان لو انت مش عندك لابتوب ممكن انك تبرمج من خلال الموبايل. طب السؤال هو، انا ممكن ان انا اجيب مثلا اي برنامج واكتب عليه كود البرمجة؟ والإجابة وهي لأ. طب ايه هي أهمية البرمجة؟ أول حاجة وإن هي بتنمي عندك مهارة حل المشاكل، والمهارة دي من أهم المهارات إنك تتعلمها من خلال البرمجة. وتاني حاجة وهي إن هي بتنمي عندك الإبداع وبتنمي تفكيرك بشكل عام. آخر حاجة وهي إن أنت لو واجهتك مشكلة على موبايلك أو على أي جهاز عندك هتقدر تحلها في منت. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو أنت عندك أي تساؤلات بخصوص البرمجة ما تنساش تقولي تحت في التعليقات. وبس كده، سلام.